يبقى حنا السكران وتذكري بنت الجيران. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتنا. امبارح تقريبا الساعة شي 4 بعد الظهر او 5 انتقلنا لهون completely، يعني خلص جبنا كل الأغراض. بس لما انتقلنا جبنا معنا أكياس كتير مثل هيك مثل هيك، هول قصص غراض كاميرا، كركبة كيف ما بتبرموا. هاي شنطة الكاميرا هلأ طلعتها من بين هيدا البوكس. هلأ الساعة 9:13 لأنه وعدت حالي إنه ما انتقل على البيت أبدا قبل ما صور لكم إنه تكونوا معنا بالبيت بأول يوم إلنا بالبيت. هلأ انتو بتفكروا إنه الكركبة كلها خلصت، وين؟ جوا بالأوضة. شوفوا الكركبة على أصولها، هاي كلها الكركبة على أصولها. هيك تنشيل الخضار من الطريق. أنا بدي مشاك يكون بيجي من هون لهون لهون، اللي بيحطوا الصحون هيك. أكيد شفتوا منهم هولي على تيمو أو على شيئان، كتير 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 عارضين منهم المشكات اللي بيجوا فوق المغسل الحنفية. فبدي أجرب أخد سايز صح لحتى نجيب مشك. ناقصنا شي هون هيك يكون كابينت كتير طويلة نقدر نحط فيها الشامبو، نقدر نحط فيها المناشف تبع الشاور. ناقصنا كونسول بتجوا بتحطوها هيك على المدخل. اوكي هلا هولي انسوا، هولي لازم نشيلهم من هون. بس بتحطوا الكونسول هيك، رح احط لكم صورتها هلا. بتحطوا عليها ديكور وبتحطوا عليها مثل فاز، بتحطوا عليها ورود، بتحطوا عليها اشياء كتير. قلت لك السؤال عشان ما تاجي الكوبي رايت. حاطين فيروز كمان، فيروزيات الصباح. فيروزيات الصباح اللي بفهمه انا انه حكيت مع صباحنا سوسو مريض الصبح اللي هي your mom. والله؟ ايه حكيت معها الصبح. شو قالت لي؟ شو؟ انا علمته لحسين كيف يطوي تياب، فهو طبعا رح يساعدك بتطواية التياب. في هلا كورسز ابديت على التطوية ما اخذتهم. فانت اوفر دو التريننج تبعك. راحي لا والله. باك يارد تبعتنا صفر، بعد ما عملنا فيها شيء عن جد بدنا كثير شغل. قررنا نعمل بيض. كم بيضة انت بتاكل حسين؟ 2. طيب انا 3. That's my average breakfast. يعني شو بدي اعمل؟ بس اجينا بدها تحطي زيت، اوعى تحطي زيت كثير. قد صار لك ما اكلت بيض؟ والله زمان. عن جد؟ طب ليكي اذا بدك انت كرمال البيكلز وهيك استعملي هالخبزه. عفوا كيف شو هي؟ عفوا شو هي؟ كثير كترت، كثير كترت. شو هي؟ اقلي لحالك كل باب. طول بالك طول بالك طول بالك. شو اللي تعمل؟ حنتفق يباطل عليكي. هالقد عادة بتحطي؟ لا 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 معقول، بس هي نزلت لأنها تقيلة. شو هي نزلت؟ لأنها تقيلة. شيليهم كلهم. ايه خلص، هي سبراي مش اكتر. حسين هول زيت، هول زيت للبيض. مشكور زيت. زيت ماشي. احلى شيء على المخبز هون ركبناه. هيدي مزعجة على فكرة وكرة بس تنسكن. ليه؟ يصير بوجهك حاله. هاي أنا. لأن نحن من وقت ما خلقت لانا بطلنا نستعمل هيك صور. يعني صرنا على العصر الأجدد شوي على أيام لانا. يعني أنتوا أصغر حدا فيكم أكبر من لانا مني. يعني هو أنت. فهديك الأيام أنتوا صار عندكم تليفونات على أيام لانا يمكن. شو بطلت هيك صور. وهيك أنا بكون حطيت ميك اب وعملت شعراتي هيك شوي كرمال لما يجي حسين من النادي. هلا هو طلع من شوي، بكون انا رتبت هون، رتبت بالاغراض اللي عندي اياها وبس يجي بلبس. وبدنا نروح نجيب يمكن مشك للجلي ونجيب اغراض للبيت هيك شوي يعني، فبناخدكم معنا. بس بالوقت الحالي عم ضبضب مثلا تيابي بقلب الجوارير، وعم كب الاشياء اللي ما بدي اياها، يعني الاشياء المنزوعه، وبحط بكيس معين الاشياء يلي ممكن حدا تاني يستخدمها
وهي بس انه بطلت تجي علي او ما لبستها او ما حبيتها او هيدي الاخبار. هلا عندي اغراض مثل الفراز، تفاح، وهيك بنكون خلصنا كل تنظيف وتغسيل الفواكه. هلا يمكن انتو تقولوا لي انه ما في داعي التنظيف هالقد للفواكه، مش تنظيف هالقد انه حطهم بكونتينرز لحال، وانه العنب فقيه وهالخبريات كلياتها، بس انا بلاقيها كتير اسهل. 1 2 اذا حاطين الفواكه هاي بالبراد بتضاين وقت طويل، يعني حتى الكلمنتين هلا انا اضطريت اعملهم هيك لانه رح ينتزعوا حسيتهم، بس طعمتهم كتير طيبه. وهيك كتير اسهل انه الواحد ياكلهم من ما تكون سهله انه تشيلوا تفاحه وتغسلوها وتقشروها وما بعرف شو. وهيك بنكون خلصنا. هاي رح اعلقها لحتى تنشف. هاي ممسحه بس للايدين يعني. على فكره انا تليت الهودي تبع حسين ستروبري فعملت هيك احمر، سو جليتها ورح خليها تنشف. وهيك بنكون سكرنا على المطبخ completely. على فكرة قولوا لي إذا حلوة هاي الساعة هون. ايش احسن؟ اوكي رح تنصدم اول شيء. رح تنصدم قد ايه مرتك مرتبة اشياء بالبيت صارت. بدي يكون في طاولة وكرسي هيك لحتى اقعد اشرب قهوة هيك، وهون طاولة، وفي الصبح شكله عندك البراد يا معلم. والله يا نورة ليك شو ليك ترتيب. واو. خليني كفيكم. هيدي الساعة حطيناها هون، قلنا انه بتعطي جو حلو اذا انتم قاعدين بالصالون او قاعدين على دايننج روم او اول ما تجوا، لانه نحن عاده بس نجي بنفوت من هيدا الباب بتقدروا تقشعوها. بس اوريجينلي جبناها تنحطها بين هول الشباكين، بس ما طلعت حلوه، ما بعرف ليه، حسيتها طلعت هيك فازه كتير. هاي اللوحه رحنا على محل وانا كتير عجبتني، حسيتها هيك لوحه فارم هاوس، لوحه خفيفة الألوان، خاصة إنه لون بيتنا نحن خفيف الألوان. حطيناها حجمها بجنن مقارنة بحجم الكنباية as you can tell، بس المشكلة إنه حسيت ألوانها فاضة فاضة وفاظة. انا هول الكلمتين اليوم بهيدا الفلوج ما بعرف من وين جبتهم، بس افهموا انه قصدي انه مش ملائمة على الوان الصالون. خبرونا اذا عجبتكم اللوحة، بليز 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 اكتبوا لي بالتعليقات هل بتحسوها مناسبة او انه الفريم الكادر تبعولها حاسينه فاز. انا هيك فتحتهم مشان ما يطيروا، بس بدي اياهم يكونوا هيك اوكي. وعملي الثاني كمان. هاي الرينج اللي بيكون هون اللي بيهدي البردايه بدي وسع عليه. صار مارق على اخر مره صورت لكم ساعتين، اذا بتطلعوا بالارض بتحسوها شوي انضف. بعد في غراض على التخت لازم ضبهم، وفي غراض ما عم بقدر اعرف اذا بدي اياهم او لا، بس هلا قلت باخد بريك. حسين عم بيحكي مع رفيقه، قلنا كمان ننطر الشمس شوي حتى هيك تبطل قويه، لانه هلا الساعه 12 واقوى شيء الشمس بتكون هلا، فقلنا بركي على 3 يعني بعد ساعه بنروح على بنعمل شوبينج برا. حضرت انا هيك سناك لذيذة خفيفة، هيدا لبنة وملح وزيت زيتون خلطتهم مع بعض، وهون رايس كيكس. كتير بحب هيدا السناك لأنها خفيفة ولذيذة. كمان خليني فرجيكم هيدا الجارور لأنه رتبته حطيت فيه أغراض الضفير. هيدا كل الألوان اللي عندي إياها، وهون بيس وتوب كوت. هلا نحن صرنا ريدي ورايحين على كبسيكي ايه لحتى نجيب
شكل الجلي. عن جد رايحين على الكمسيكي. ونجيب هول المنخل تبع الشباك، خاصة هلا الدنيا شوب فأحسن بتفتحوا. شيء اسمه إشارة بيستعملوه. المنخل أحسن من ما يفوت دبان وبرغش وخبار على قلب البيت. بدي أدق لمام. I think مريضة ماما. شو بقى؟ I think مريضة مقربة. قريب عادي يعني؟ معقول نايمة، بعتقد انها نايمة. ما عم بترد موجودة. موجودة موجودة. بدي اخبركن شغلة. هاي تفاحة. بس جبنا هاي المراية وهون في حرام مهضوم وهيك بلانتس. هيدا الفستان كان بدي رده بس رح احطكن هلا عليه وخبركن ليه ما ردوا لي اياه الفستان. الفستان انا جايبته من يعني 2.5 شهر. قام قالت لي المرة اذا بدك ترديه لانه صار له فترة زمنية طويلة في رد لك اياه بس بعطيك نص حق، يعني بعطيك $5 مش 10. قلت لها خلص خلي والله منيح اللي قلبك بعطيك شوي ميزان. في حدا برد شهر عن جد انا كثير رح نعمل اليوم تاكوز بعقدو من افضل تاكوز بالعالم. هلا يا اما بس نروح على البيت بنعمل اكل معهم يا اما بنفرجيهم شو جبنا غراض. والله لا اطلع لايف وانسى السوشيال ميديا اللي مال عيونك جاهز موت واحيا. C'est quoi un homme quand il est lui qu'il ne ment pas. C'est quoi un homme. كثير حلوة هاي الغنية. أنا لابسة جزدان بهاي كيس النايلون. هاي رح أعطيكم سر، أوكي؟ بس مش أغاني الدقة الموسيقى الحلوة وهيك تكونوا ماشيين بالسيارة وبس عم تسمعوا موسيقى حلوة. فوتوا على قناة على يوتيوب اسمها Feeling Good. تمام؟ هيدي القناة عليها 1000 مشترك بس كل شي ساعة بينزلوا غنية جديدة هيك أغانيهم. هاي النوع من الميوزك حلو هيك للمشوار الطويل. للواحد اذا قاعد هيك الطقس حلو عن جد بياخذ درينك شيء. وبعدهم ما يعني ما انهم مشهورين ولا شيء، بيجي عليهم 40 فيو. عندهم 460 فيديو، ما عندهم الا 1000 مشترك، كلهم سمعت لهم اغانيهم. شفتي؟ Yeah, it's nice. اوه عن جد لذيذة كثير حلوة. يعني هيك بتجوا انتو. بطلع على برا اسمطوها؟ لا I think it's perfect والله. بتجوا انتو هيك. هيدي وين؟ قدامها عندها كورنر. كورنر؟ ايه. خليها هيك. واو I kinda like it. والله لذيذة. حتى هيدا البلانكت رح حطه بسلة. شفتوا شو حلو؟ وحطه على الكونسول كمان. شوفوا شو جبنا على هيدا مبرشة للبندورة، جبنة وات ايفر. كتير 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 حلوة. ولا اللون اللي اخترناه هو الفضي والاسود مثل المعدات اللي عنا هونيك. اوكي. وهون للثوم هذا لقليل الخسي، يعني المقلو خلي ثوم بجيب هيك شيء. لا بس قال لي حسام قلت لكم شو قال لي بكون انا نايم انت بتقعدي تدقي لي ثوم بالمطبخ بق بق بق، فهيدي بحط الثوم بقلبها بنشيله من هون. تبرير. كمان سودا وسيلفر. هيدا مصفاية كلهم سود. اعطيني وحده بدي استعملها هلا. كثير كثير عجبتني هيدي. صعبة اني انا فكر. انا فكر اعطيني اياها. وين بدك تعليهم هون؟ هون. يا حلوين مثل يو لايك ات؟ هيك شيء. عم بعمل انا الخبزات تبعي. فاينل ريزلت هيدي التاكو تبعي. تمام. والايس تي والفرايز تبع حسين. كثير فرايز حلوين. فرايز هولي معمولين بلا زيت بالاير فراير. هول كلهم تخيل فرنش فرايز.
هول كلهم شي 210 كالوريز. ايه طب دوق وحده قدامنا خلينا نشوف. هول كلهم 210 كالوريز، وهيدي الكاب اوف صوص كلها سوا 60 كالوريز. واو عن جد. دوق. ايه طيبة؟ هجرب لكم انا اذا طيبة او لا. ايه طيب. كرانشي. ليكوا الأوضة كيف صارت. هيدا لازم هلا اجيب له كفر، بس شلت كل الأغراض من عنا. وهون بعد في عندي تيب لبعدين يعني بدا ضب. تعبت بشكل مش طبيعي انا وعم ضبطب، لانه خلصت جزء كتير كبير من هاي الأوضة، والصبح كمان كنت عم بشتغل بالأوضة جوا تبعولتنا، وهيك انا بكون خلص نهاري على الاخير. يعني الطاقة صارت صفر تقريبا. هلا الساعة 9 بالليل. بعرف انه بعد في شمس، بس ما عم تغيب الشمس هون للساعة تقريبا 10. كان بس بدي لكم شكرا كتير اذا انتم بعدكم عم تحضروا لهيدا البارت من الفيديو. ما تنسوا تعملوا لنا اشتراك للقناة اذا انتم مش عاملين اشتراك، لايك لهيدا الفيديو، وكومنت تحت الفيديو باي شيء بدكم اياه، باي فيديو بتحبوا تصوروا، او باي شيء بدكم تقولوا لنا اياه. وهلا صار وقت لكم. thank you so much for watching. حسين برا فكرة هيدا البرندة. thank you for being here.